هو ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الحدوته اللي هنتكلم فيها النهارده هي اشد قصه انتقام يمكن تكون حصلت في التاريخ، واشد في وقعها من هيروشيما وناجازاكي، بس هي مش معروفه بسبب تفاهه الدولتين. طبعا احنا عارفين ان باكستان جت في مرحله واستقلت عن الهند، وبعدها جه جزء من باكستان وقالوا احنا عايزين نستقل ونعمل دوله احنا كمان اللي هي بقت بنجلاديش بعد كده، وحصل حرب بين الطرفين. ولما باكستان خلاص تاكدت انها كده كده هتخسر الحرب، ما لجأتش مثلا لدولة كبيرة تتشعلق فيها علشان تسندها، ولا استوردت سلاح كيماوي ولا حاجة، لا عملوا حاجة أشد من كده بكتير. لموا كل اللي ايديهم قدر تطوله من اساتذه جامعه، وبعضهم كان دارس بره في هارفارد مثلا، وطلبه الجامعه والعلماء في مختلف المجالات والدكاتره الكبار والادباء والفنانين والصحفيين، وقتلوهم. اللي هو ايه، مش انتوا عايزين تستقلوا؟ اشبعوا بالارض بقى، ورونا هتبنوا البلد من غير الناس دي ازاي. الواقعه دي واللي بتعرف باسم intellectuals massacre او مذبحه الصفوه دليل من ادله كتير جدا على ان اي طرف ما بيتمنالكش الخير مش عايز في الدنيا اكتر من ان انت تتحرم من الناس الشاطرين اللي عندك، وبعد كده هو مش هيبذل مجهود كتير، انت هتقع لوحدك وتبتدي بعد كده مرحله التدمير الذاتي. يعني زي ما يكون اهل البلاد دي بيتعودوا ان هم يدمروا نفسهم بنفسهم. يعني تقريبا الشخصيه المرموقه الوحيده اللي خرجت من بنجلاديش هي استاذ الاقتصاد محمد يونس، واللي حصل على جائزه نوبل للسلام سنه 2006 لان هو اسس بنك للفقراء في بلده، شغلته ان هو يدي قروض ميسره للناس علشان يعرفوا يشتغلوا ويعملوا مشروعات بدل ما يعيشوا على الاحسان يعني. ومش بس كده، الراجل اتبرع بالقيمه الماليه لجائزه نوبل وقال هعمل مشروع يقدم اكل صحي للفقراء، لان الاكل الصحي عاده غالي وده من اسباب السمنه المهمه يعني. وراجل لحد النهارده محتفى بيه في كل المؤسسات الدوليه، وفاكره وانا في الجامعه اوبرا وينفري عملت معاه انترفيو. طيب زي الفل، نستفيد منه بقى؟ لا، الراجل اعلن ان هو عايز يعمل حزب سياسي. هوب، عينك ما تشوف الا النور بقى، ساقوا عليه الرذاله واتهموه اتهامات ماليه ان هو بيختلس وان هو بياخد فلوس من المؤسسه بتاعته، ورفعوا عليه قضايا لدرجه ان حتى المحاكم الاوروبيه ابتدت تنخرب وراه يعني. ولما الراجل اعلن ان ده بيحصل معايا لاسباب سياسيه، رفعوا عليه قضايا ان انت بتشوه سمعه بنجلاديش. ولما لان هم مش عارفين يثبتوا عليه اي حاجه من دي، اقلوه من المؤسسه باعتبار ان هو راجل كبير في السن ومش هيعرف يديرها. بالمناسبة السعيدة دي أحب أقول لكم إن رئيس بنجلاديش عنده 78 سنة. أنا أعرف ناس تانية على فكرة برضه كان عندهم عالم حاصل على نوبل وكان نفسه يا عيني يعمل بقى جامعة عظيمة في بلده ونهضة علمية، وبرضه ساقوا عليه الرذالة خوفا من إن يبقى له طموح سياسي، رغم إن الراجل يعني ما فتحش بقه ولا أي حاجة، بس فضلوا وراه لان اللي فيه طبع ما بيبطلوش لحد ما قهروا الراجل وجابوا له العين. على غرار مذبحه الصفوه، كلنا نعرف ان اجهزه الدول المعاديه كانت زمان بتغتال العلماء المصريين، على راسهم مثلا دكتوره سميره موسى والدكتور المشد وغيرهم. بس احنا جينا عند مرحله معينه بقى وقلنا لهم ايه، والنبي ما انتوا تعبين نفسكم، احنا هنطفشهم بنفسنا. مش شرط يبقوا علماء كبار، بس اي بني ادم فيه الرمق احنا بنجتهد علشان نطفشه. ولو اخدنا في مجال واحد وهو الطب، هنلاقي ان تقريبا 60% من الدكاتره المسجلين في نقابه الاطباء بره مصر الدكاتره اللي شغلتهم ان هم يتعاملوا مع ارقى ما خلق الله، البني ادم. بمناسبه البني ادم، انا في البدايه قلت ان اللي عملته باكستان كان اشد من هيروشيما وناجازاكي، ولو دققنا في اللي حصل هنلاقي ان انا ما بلغتش كتير، لان اليابان اعادت بناء نفسها والمانيا اعادت بناء نفسها، واي بلد في الدنيا مهما تفشفشت طالما ان غالبيه خسارتها في المباني والفلوس فسهل ان هي تتلحق، انما الخساره اللي صعب انها تتعوض بجد هي خساره البني ادم. شكرا يا جماعه، اشوفكم المره اللي جايه.